بيخلص النهارده ماتشين مهمين في الدوري الانجليزي، ماتش ليفربول قدام ولفرهامبتون وماتش يونايتد قدام توتنهام. اما عن ماتش ليفربول فانا بدات اتفرج على الماتش متاخر ويا دوبك بفتح الماتش بعد ما بعت لويس دياز لقيته باصص لي كده في الكاميرا وبيقول لي حبيب قلبي احنا اصحاب بلدنا وجاب جون واسيست بعد ما بعته وجبت مكانه راشفورد. فلسه متبقي ماتش كمان لراشفورد قدام دياز، فهل راشفورد هيقدر يعوض لي نقط دياز ولا لا؟ معرفش، خصوصا ان امري نزله كبديل في ماتش قدام ابسويتش تاون. ليفربول بعد هدفين تراجعوا بشكل كبير وولفرهامبتون ضغطت وكان ممكن يتسبب في تعثر جديد لليفربول، ولكن نجا منها ليفربول بقياده الملك المصري محمد صلاح. اما عن ماتش اليونايتد وتوتنهام فده كان ماتش ممل تماما الحقيقه، انا تقريبا غفلت مرتين مثلا وانا بتفرج على الماتش. بس خلينا النهارده نتكلم عن تصريح لكوناتي لاعب ليفربول اللي بيعتبر ركن اساسي في خطه ارني سلوت. كوناتي النهارده قال لك وجود عروض من ريال مدريد وباريس سان جيرمان هو اطراء او يعني مدح بالنسبه لي، ولكن انا هركز في الموسم بتاعي مع ليفربول لحد اخر الموسم، وكلاء اعمالي هيقوموا بالواجب. فابن عمي متابع الدوري الانجليزي ومتابع الكره الاوروبيه الجميل، هل شايف ان كوناتي ممكن ينتقل لريال مدريد او باريس سان جيرمان مع نهايه الموسم وتكون ضربه جديده لاداره ليفربول، خصوصا ان هم لحد دلوقتي تقريبا ما جددوش عقد فان دايك، ولا اداره ليفربول هيكون ليها راي تاني؟ اما بقى عن الدوري الاسباني فبنلاقي الحكم الاسباني مونتيرو اللي طرد بلينجهام في ماتشه الاخير بنلاقيه عامل فولو لاكتر من اكونت التعليم الانجليزي، هو تقريبا مصمم انه يتعلم انجليزي عشان يعرف الفرق بين فاك اوف وفاك يو. ده ملخص لكل اللي حصل النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.